السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رانا رايحين لجزيره اخرى اللي هي جزيره هينغام. بالعاده يوجد الدلافين يعني جنب هذه الجزيره، فمستعدين لمغامره اليوم. اخذت تيكت اللي تقريبا هي $3 للشخص الواحد، روحه ورجعه. يعني ياخذوكم للجزيره، يديروا بكم لفه دوره ودوروا شويه يعني في الجزيره ويرجعوكم بنفس القارب. فيعني بالنسبة $3 سعرها ممتاز جدا، فخليكم معي في مغامرة اليوم. تبعد جزيرة هينغام كيلومترين على جزيرة قشم. هذه الجزيرة معروفة بجزيرة الدلافين، وخاصة في فصل الشتاء والربيع، بحيث يكون الدلافين موجودين بكثرة والسياح يتجهوا لهذه الجزيرة خاصة باش يشوفوا الدلافين. لكن نحن لم يحالفنا الحظ في أننا نشوف الدلافين. أعتقد أنهم عندهم وقت خاص باش يكونوا فوق الماء. وهذه الأسماك اللي قاعدين تشوفوا فيها يقولوا لها أسماك الأكواريوم. في كثير من السياح يجوا خصيصا لهذه المنطقة في هذه الجزيرة للتخييم من كثر جمال المنظر وجمال المكان. جزيرة هينغام مثل جزيرة هورموز. في الفيديو السابق حكيت لكم عن جزيرة هورموز ووريتها لكم، وسبق أن أظهرت لكم أنهم فيها شاطئ فضي. كذلك جزيرة هينغام فيها شاطئ فضي ومعروفة جدا بالغزلان اللي فيها. آب دریا میخوره؟ بخاطر یکی های حتی اگه بارون هم بیاد، آب بارون تو کوه باشه بازم این میاد آب دریا رو میخوره. همین هم وقت خنک حالا میره پایین بعد خنک میشه، خاکا خودشونو خنک میکنه. سیلم آهوه نگاه کن اونجا بالا. وهنا وصلنا للساحل. بعد ما توصلوا للساحل هذا يعطوكم تقريبا نصف ساعة إلى ساعة أنكم تعملوا دورة، وبعدها تعودوا تركبوا في القارب. كاين محلات يبيعوا فيها أشياء هكا يعني مختصة للبحر وكاع، وتاكلوا لكم حاجة. يعني أنا طلبت هنا سمبوسة سلطعون، سمبوسة ميغو اللي هي الجمبري، سمبوسة الجمبري.
نضربوا دورة نرجعوا نشوفوا كيف طعمها يكون ونشاركها معكم. أنا من محبي صدف البحر، لكني ضد فكرة أني نسوق به أو أني نشتريه. وانتوما وش رأيكم؟ يمكن كثير منكم يقولوا لي هذا مصدر رزقهم أو هم يتاجروا فيه، لكن أنا نحس هذه الأشياء أو صدف البحر أو أي شيء يتعلق في البحر لازم يبقى في البحر، ولازم نستمتع به ونشوفه ونستمتع بجماليته فقط من بعيد. في الأشهر الأخيرة صارت مجموعة توعية في إيران أنهم يرجعوا كل الصدف اللي اشتروه إلى البحر نفسه، يعني حتى الناس اللي جمعت الصدف من البحر وأخذته معاها كلها رجعتها عن طريق البوست، وكثير من الناس اللي في الجنوب استقبلوا هذا الشيء ورجعوه للبحر. كما تعرفوا أنه الصدف في البحر عنده دور مهم، وخاصة للكائنات البحرية، لأنه يشكل بيت لكثير من الكائنات الموجودة في داخل البحر. ويا ريت تكتبوا لي آراءكم في التعليقات عن هذا الموضوع، وإذا أنتم موافقين ولا مخالفين للرأي. شنبه باید به یک 20 میلیون پول بدم. من باید باز داخل جينا نجربوا السمبوسة. ماما بشي نسيسة بشي ماما ليجو مع سبزيجات الجمبري مع بطاطس. سيب زامينيان داره ماميكو اره ريحتها تشهي بزاف. اگه خرچنگ و کوچه و اینا باشه اوه حارة نداره. همشون تندن، خیلی تندن. سوسش ندید. خیلی اصلا بدون سوس داره حارة بزاف. مسكين زعزلين نام تلاقيها جديدة تستاهل تجربة. خرچنگ. هذا سمبوسة السلطعون. شوفوا لحم السلطعون كأنه دجاج. قليلة بزاف. لذيذة. بنصحكم تجربوها لأنها لذيذة جدا وتستاهل، يعني سعرها تقريبا $2 فقط، أقل من $2. كاراتون چنده؟ همشون؟ كانت أكثر أسعار هذه الأشياء من $2 إلى 30 أو 40 دولار، على حسب إذا كانت صنائع يدوية أو أشياء تقليدية وأشياء بحرية أو حتى ملابس.
ودخلنا هذا المقهى اللي كان عجيب غريب وفيه أشياء كثيرة متنوعة وغريبة في نفس الوقت. وبعد ما تركبوا القارب مرة ثانية يكمل معاكم الدورة حول الجزيرة ويرجعكم إلى جزيرة قشم. هذه الجزيرة كانت من أجمل الجزر اللي شفتها في حياتي، من حيث الطبيعة ومن حيث نقاء الماء ومن حيث صفاء الجو اللي فيها. وكان في خاطري يا ريت أني لو عملت تخييم فيها وظليت فيها يوم أو يومين. وانتم ما شاء الله تاني تكونوا حبيتوها، واستنوني في فلوج جديد مع جزيرة قشم. جزيرة قشم من الجزر الفريدة من نوعها والتي ليس لها مثيل في العالم. وهذا هو مقتطف عن هذه الجزيرة وكأنك في المريخ. نشوفكم عن قريب، في أمان الله.